أن قناة العربية شرعت في بث حلقات اللقاء الخاص الحصري الذي أجري مع طارق عزيز من داخل سجنه، وهو اللقاء الذي كشف فيه العديد من الأسرار. على العموم إلى عمان الآن، ومراسل العربية سعد السلاوي ينضم إلي من هناك. سعد، كيف تابعت إذن عائلة طارق عزيز هذا اللقاء الحصري على قناة العربية؟ نعم صهيب، هذا اللقاء تابعته العائلة وتابعه الأردنيون وعراقيون أيضا. هو لقاء مهم ومهم جدا، خاصة أنه الظهور الأول لطارق عزيز نائب رئيس الوزراء منذ اعتقاله في العام 2003، وهو الظهور الأول. ومع اليوم في هذا اللقاء أول ظهور للسيدة أو زوجة زياد، زوجة الأستاذ طارق عزيز. كيف شاهدت المقابلة وما هو تعليقك عليها؟ المقابلة كانت قديمة جدا. زوجي الآن حالته الصحية متدهورة. لقد زرته قبل 3 أسابيع وكان قد أصيب بجلطة رابعة في سجن الكاظمية، وكان لا يقدر أن يتكلم بهذه السلاسة، يعني كلامه صعب جدا وغير مفهوم. فهذه المقابلة حصلت قبل 2 سنين، وقد أصيب بعدة جلطات، وآخر جلطة كانت قبل شهر تقريبا، وبقى في السجن ولم يأخذه أحد على المستشفى. يوم احنا شاهدنا في المقابلة انه يجلس على كنباية وهذا. هل لما تقومي بزيارته بتقومي بغرفة منفردة بتزوري؟ كيف طريقة الزيارة؟ ممكن تحدثينا؟ لا يوجد في السجن أي غرفة مثل هذه. يوجد كراسي حالتها تعبانة جدا، وكراسي صغيرة، ونجلس بساحة عامة تحت الشمس بالصيف وتحت المطر بالشتاء. لا غرفة ولا قنفة ولا ما في ولا شيء. باعتقادك أنت الآن صحته بتتدهور ولم يعد يستطيع الكلام، طب ما هي رسالتك للحكومة العراقية؟ وهل تعتقد أنه العناية الطبية اختلفت بالنسبة له بعد خروج الأمريكان من العراق؟ نعم، كانوا الأمريكان يعطوه الدواء بأوقات محددة، لأن هو عنده أمراض سكري وعنده قلب وعنده ضغط وعنده أمراض كثيرة. كل أمراض الكبر في السن. العناية الطبية متدهورة في السجن، لا يوجد عناية طبية. نحن نأخذ له الدواء وهو يشربه كيفما يشاء، يعني ما في طبيب يعني. طيب انت شو رسالتك للمجتمع الدولي بخصوص اعتقاله، يعني وخاصة انه بهذا السن؟ عمر زوجي 77 سنة وأمراضه مستعصية كثيرة، وناشد كل المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية والحكومة العراقية بالنظر إلى عمره ومرضه. وهو في الأيام الأخيرة أرجو أن يعني يطلق سراحه حتى يبقى معنا ومع أحفاده في أيامه الأخيرة. إن شاء الله يستمع إلى ندائك من قبل حكومة المالكي ومن المنظمات. الآن إذا سمحتي لي، يعني مشاعر كبيرة وأنت ترى كل المرحلة التاريخية اللي سردها طارق عزيز الآن، في أي شيء كان شعرتي فيه؟ طارق عزيز خدم العراق ولم يخدم أشخاص. خدم العراق ويحب العراق، وهو عراقي ويريد أن يموت في العراق. ما طارق عزيز لم يخدم أشخاص معينين، ولم يسرق أحد، ولم يقتل أحد، ولم يؤذي أي بشر عراقي. وكل العراق يشهد والعالم يشهد أنه طارق عزيز كان مخلصا لبلده فقط، هو فقط لبلده. شكرا خالتي زياد. انتقل للأستاذ زياد، شو رأيك سياسيا وما دار في هذه المقابلة؟ شو تعليق؟ أنا ما عندي تعليق على التاريخ اللي ذكره طارق عزيز، بس كل الناس الآن تخابرنا وتشيد بما قاله طارق. لا زال نفس الموقف المبدئي اللي كل الناس تعرف من هو طارق عزيز. عندي تعليق واحد فقط على توقيت بث هذه المقابلة. هذه المقابلة أجراها السيد علي الدباغ من فترة طويلة جدا، وأجرت المقابلة ليس بالمعتقل حتى يكون واحد دقيق. هاي أجرت المقابلة في مبنى المحكمة أثناء ما كانت المحكمة تدار في مبنى القيادة القومية للحزب. الآن وضع والدي الصحي أسوأ بكثير من الناس اللي شاهدتها. هاي يمكن راح تعرقل جهودنا. احنا الآن صار أكثر من سنة على يعني كلامنا مع الناس والآخرين. وضع طارق عزيز الصحي
مزري لا يستطيع الحركة والكلام. هذه الصورة ليست صورة وضع طارق عزيز الحقيقية الآن، وضعه الآن أسوأ بكثير. يعني أنت هل في أي اتصالات مع حكومة المالكي بخصوص إطلاق سراحه؟ في مثلا سمعنا أنه الكاردينال تبع العراق تدخل الآن بعد ما صار دخلنا يعني الكثير من الأطراف، هو من سأل علي الدباغ أنه كثير من الأطراف يعني تريد تعاونك بإطلاق السراح، لأنه يعرفون طارق عزيز ما كان له ناقة ولا جمل في الأمور اللي يحكم فيها، وحكاها الآن الرجل موضوعي، رجل خدم بلده لا زال يدافع عن بلده. حكينا مع كثير من الناس، نتمنى من يديرون العراق الآن، وعلي الدباغ كان جزء منهم سابقا، نتمنى من خلال علاقاته السابقة مع المالكي وغير المالكي أن يوصل هذا الصوت ويشوفون طارق عزيز حتى مع الناس الذين هم في خصومة معه. كان مع علي الدباغ اللي زاره وهو متحدث في الحكومة العراقية، ووزير دولة في ذلك الوقت تحدث معه بكل أريحية وبكل انفتاح، وبالتالي ما عنده حقد أو ضغينة لا مع السابق ولا مع اللاحق. شكرا لك أستاذ زياد. هل تحب أن تضيف أي شيء؟ لا شكرا جزيلا، شكرا عربية. خلونا نشوف والدي، أنا صار لي 10 سنوات ما شايفه من اعتقلوا لي. نعم. وعجبك سعد المقابلة؟ عجبتك؟ يعني لحد الجزء الأول عجبتني، ما أعرف ماذا يخبى لنا القدر يعني. شكرا سعد. نعم صهيب. نعم إذن هذا كان ردود الفعل. لو نعم. سمحت لي فقط سعد، يعني أريد أن أنوه أنه ظهور حرم طارق عزيز سيدة أم زياد هو ربما الظهور الأول التلفزيوني، يعني هذا انفراد العربية. نعم. من البيت. نعم. الذي يقيمون فيه في عمان، صحيح؟ نعم هو الظهور الأول. نعم. كما شاهدت يعني هناك مشاعر يعني أكيد. عبرت عنها أم زياد بما يكفي. أكيد. شكرا جزيلا لك إذن سعد السلاوي على هذه المقابلة إذن مع زوجة ونجل طارق عزيز الذي تبث العربية مقابلة خاصة معه من سجنه. كنت معنا من منزل العائلة في عمان.